السلام عليكم يا شباب. هنتكلم على الكارثه اللي عملتها الرابطه ودخلت جميع الاطراف في المشكله. يلا بقت كنافه بقى، فلان بيراميدز على الزمالك، يلا الدنيا بقت كنافه خالص. دي بقى عشان ترضي النانوس عين امه يا عيال، عشان هو بيزعل فتقال له لا بص انا هديك نص العقوبه والنص التاني ايه، لا معلش نص عليك ونص عليا. ده ما ينفعش، هي عقوبه كامله، يعني يا تاخدها كامله يا تشيلها من عليه خالص. يعني انا يرضيني شيلها من عليه خالص، يبقى انت كده طبقتها صح. لكن تحط نص وتشيل نص، ما اعرفش انت بترضي مين. وبين النادي الاهلي قال لك لا خلاص، طالما ما اتخصمش مني 3 بونت نهايه الموسم، فانا مضطر اجي على نفسي وعلى جماهيري واكمل يا جماعه الدوري. ما عنديش مشكله العب ماتش بيراميدز اللي جاي، ماتش بيراميدز اللي جاي يوم 12 بعد الماتشين بتوع افريقيا. تمام. الزمالك راح جاي مطلع بيان قال لك لا الكلام ده عبث والكلام ده ضحك والكلام ده مفيش منه خالص. وفعلا انت يا تطبقها كامله يا تشيلها كامله. انا مش فاهم يعني اللي طلع البيان بتاع الربط ده انت قصدك ايه، او مش فاهم معناته ايه يعني. وبعدين كاتب تحت كده يعني فيما معناه ان انا اللي اقرر لظروف ومش ظروف ايه، الدنيا ولا كانت بتشتي ولا كانت بتنيل ولا كانت بتهبب، ما كانش في حاجه خالص. تمام. فانت كزملكاوي اهدى كده لحد ما تشوف المنظر في الاخر هيبقى عامل ازاي. يعني اهدى كده. انا يعني نعم كلنا دمنا محروق لان احنا بنتكلم في دوري ملوش اي لازمه كده. خلاص كده بقى معلم، يبدا الدوري ادي للاهلي، مفيش مشكله كده. اللي هينافس الاهلي هيطير، مفيش مشكله. انا ما عنديش مشكله كزملكاوي والله، يعني عادي. قول لي باشا لو حضرتك بتلعب في دوري الاهلي هياخده خلاص، يبقى انا كزملكاوي اقعد اتفرج. حابب تتفرج بقى على الزمالك تتفرج، مش هتتفرج ما تتفرجش، انت ومزاجك. بس تبقى عارف اولها من اخرها. بس انا اوجع قلبي واقعد على القهوه وادفع واحد شاي وواحد قهوه والكلام ده، وفي الاخر معروفه ان الدوري مين هياخده، مش ناقص اوجع دماغ ووجع قلب. الزمالك طلع بيان، طبعا بيراميدز قال لك لا انا 48 ساعه اجيب حكم غير. الاهلي قال لك انا هكمل الدوري ما عنديش مشكله. نخش بقى اهم بند. اهم بند دلوقتي، انت عاوز تبقى دوري محترم او دوري يكون فيه استثمارات، يعني مثلا ده يجيب فلوس ويستثمر، ده يجيب فلوس ويستثمر، ده تمام. فبيراميدز دخل لك قال لك انا مستثمر. تمام. فالراجل مستثمر في دوري ملوش اي لازمه خالص. دخل لقى عبث كروي ولقى حاجه غريبه ولقى قوانين مش بتطبق غير عليه هو او على الزمالك، ما بتطبقش على الاهلي، بياخد نص القانون والنص الثاني بيزعل منه. فانت بتتكلم عاوز دوري محترم. انت ازاي عاوز دوري محترم في قرارات غير محترمه؟ انت ازاي ما بتطبقش القانون على انا ما عنديش مشكله والله لما تطبق عليا، انا اتطبق عليا مرتين، انا مخصوم مني يعني 3 بونت في 3 بونت مرتين، ايام مرتضى منصور وايام المجلس ده خصم مني 3 بونت و3 بونت بتوع الماتش عادي. ايه مشكله؟ انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله خالص. فنخش بقى على ايه تاني، على العقليه الاهلاويه. طبعا هتطلع تقول لك يا باشا انا كسبت يا باشا الاهلي باحكامه ويحكم باحكام. مفيش الكلام ده، انت هجاص، انت هجاص. سيبك، انت كنت عايز الماتش يتعاد والثلاثه بونت ومش لا، انت الثلاثه بونت انا خدتهم خلاص، الثلاثه بونت اتحطوا لي. فانت عشان يرضيك او مش عايز اقول لفظ، عشان يضحك عليك ويرضيك ويقول لك تعالى طب عليك تعالى نشوف. بعدين ممكن بقى تحصل المفاجاه الكبرى، وان انا متوقع والله كزملكاوي اسمع مني، الاثنين بنحب بقى، انا متوقع دي. عشان الاهلي يلعب ماتش بيراميدز كان لازم يتطبطب عليه، او كان لازم ما ينفعش قدام جماهيره واتخصم الثلاثه بونت والثلاثه بونت اخر، ما ينفعش. فاحنا نعمل ايه؟ ودي متوقعها والله. احنا نطلع ببيان من الرابطه ان هو النص اللي هيطبق عليه والنص الثاني لا. طبعا الاهلي والزمالك مش هيسكتوا، فلما يروحوا المحكمه الرياضيه يرجعوا تاني الثلاثه بونت في نهايه الموسم يتخصموا والاهلي يلعب الدوري، فكمل الدوري يا اهلي. هي ملهاش غير كده. ولو ملهاش غير كده الناحيه الثانيه تبقى مصيبه سوداء، وبتشجع الاستثمار وبتقول بتاعتها انت بتهدموا حاجه اسمها استثمار. يعني لو عايز اجيب فريق اشتري مين؟ انا كده كده الدوري مين بياخده؟ فلان الفلاني. خلاص انا اعمل ايه؟ واعلانات ومش اعلانات، والدوري بتاعنا اصلا متحكم فيه مليون حاجه مش حاجه واحده، اعلانات وفلان الفلاني وعلان العلاني ومراته. وبعدين يقول لك ايه، لا ده الزمالك كتير زملكاويه كتير في اتحاد الكوره رابطه وشافوا مين وفلان وعلان. فين ده؟ ما انت لو كان كده ما كان زمانك معكش 44 دوري. يعني يقول لك اصل احنا بيتخصم مننا دايما ومش عارف ايه دايما واحنا بنتظلم. الظلم زي ما انت معاك 44 دوري ولا مش عارف حاجه كتير من عددهم مش عارفينهم كتير بصراحه، وانا معايا 14. يعني مين اللي فينا اللي بيتظلم؟ يعني انت مظلوم ومعاك 44، لو مش مظلوم تاخد ايه؟ خد البطولات بتاعتي، خدها خليها معاك. تمام. خلاصه الموضوع اصبر شوف بعد العيد، شوف الدنيا ماشيه ازاي، شوف الزمالك هيعمل ايه. اداره الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك، انت في مهمه صعبه او مهمه مستحيله، ميشن امبوسيبل. فتشوف انت ودماغك بقى، عاوز تاخد حقك ولا مش عاوز تاخد حقك؟ عاوز تخلي كرامه ليك وتبقى يعني تاخد حقك، يعني خلاص تاخد حقك. وبيراميدز بنفس الحكايه برضو. بيراميدز هيعمل ايه؟ هيكمل مع الزمالك، هيخش في الموضوع ويعملوا الاثنين شكوى واحده. في تصعيد للفيفا يوقف النشاط، لان النشاط ده لو هيفضل ماشي كده مش لازم يتوقف، لازم يتحذف من التاريخ خالص. يعني النشاط في مصر لازم يتوقف خالص ويتحذف.